تخيل معايا في نفس الاسبوع اللي المواطن المغربي البسيط كيتقاتل فيه مع غلاء المعيشه والتكلفه ديال النقل والقفزه المهوله ديال الاسعار ديال المواد الاساسيه. في نفس هذا الاسبوع داخل قبه مجلس المستشارين بالرباط وبجره قلم وحده تم اسقاط جوج ديال المقترحات ديال القوانين كان ممكن يغيروا اللعبه كامله ديال الدرويش. مقترح لتفويت اصول شركات الاسامير للدوله باش ترجع للخدمه للتكرير ونحميو الامن ديالنا الطاغي. المساله الثانيه والمقترح الثاني مقترح مباشر لتسقيف اسعار المحروقات وحمايه الجيب ديال المواطن. النتيجه الاغلبيه الحكوميه صوتات بلا واضحه والمقترحات طاحوا في اللحظه اللي كتوصل فيها ارباح ديال الشركات المحروقات المليارات ديال الدراهم. في نفس الوقت كيخرج استاذ بحجم الدكتور يحيى اليحيوي كيوصف اللي وقع بوصف قاسي جدا وكيمس شرعيه هذه المجالس اللي كتمول من ضرائب الشعب وكتصوت ضد المصالح ديالو. هنا لازم نحبسوا ونطرحوا 4 ديال الاسئله جوهريه. اجيو نفكوا لغه الارقام ورا الكواليس. اولا، علاش الاغلبيه الحكوميه وبالمناسبه من بينهم الاستقلال والاحرار والبام صوتوا ضد تسقيف الاسعار وضد انقاذ مصفات لسمير؟ المساله الثانيه والسؤال الثاني، واش مبررات الحزب اللي كتقول كنميزوا بين تسقيف الارباح وتسقيف الاسعار هي مبررات اقتصاديه حقيقيه ولا مجرد غطاء سياسي؟ وشكون المستفيد الحقيقي من بقاء لسمير مشلوله والمغرب كيستورد 100% من المواد النفطيه المكرره من برا؟ ورابعا الاهم، فين هو الاتساق بين الخطاب السياسي الانتخابي اللي كيوعد بحمايه القدره الشرائيه المواطنين وبين التصويت الفعلي داخل المؤسسات التشريعيه؟ اجيو نفكوا هذه المعادله السريه لهذه اللعبه. حزب الاستقلال خرج ببيان طويل وعريض كيدافع فيه على الموقف ديالو وكيقول حنا ماشي ضد المواطن، حنا بغينا نسقفوا هوامش ارباح الشركات ماشي الاسعار، لان الاسعار مرتبطه بالسوق الدوليه وضبطها اداريا غيضرب التوازنات الماليه للدوله. يا سيدي كلام زوين ومنمق، ولكن ديروا معايا هذه العمليه الحسابيه البسيطه. من نهار تم تحرير اسعار المحروقات في 2015 من طرف الحكومه اللي كان كيقودها العداله والتنميه واللي حزب الاستقلال اليوم كيتهمها بالنفاق السياسي لانها حررت الاسعار ودابا كاعيه وكتطالب بالتسقيف. من ذاك النهار والمواطن تلاح في البحر بدون طوق نجاه. المواطن البسيط كيشوف ان تسقيف هوامش الربح اللي كيدافع عليه الحزب دابا هو مجرد مسكنات ديال الالم. علاش؟ لان الشركات تقدر تتلاعب بالتقارير وتكلفات الاستيراد وتفاصيل ديال الفاتوره باش يبان هامش الربح قانوني، بينما السعر النهائي في المينا كيبقى كيشعل في النار. المواطن كيسول انا مالي ومال هاد توازنات الشركات، انا بغيت سعر الليترو ينقص. ندوزو دابا للغز الاكبر، مصفات لسمير بالمحمديه. مصفات واقفه من سنين هادي وعندها قدره تخزين وتكرير ضخمه كانت كتحمي المغرب من تقلبات ديال الاسواق العالميه. المقترح كان هو تفويت الاصول ديالها للدوله والاعاده ديال التشغيل ديالها. الاغلبيه رفضات هذا الشيء. علاش؟ الدكتور يحيى اليحيوي كيقولها كاشو بلا زواق. اصحاب مصالح وحماة ديال الريع. ملي كيكون المغرب كيستورد كلشي مكرر، كاينين شركات كبار ومستوردين نافذين هما اللي شادين هاد السوق وكيربحوا من كل لتر كيدخل المغرب. اعاده تشغيل لسمير كتعني ضرب مصالح هاد الكارتيل ديال النفط. حزب الاستقلال كيبرر الرفض ديالو لعودة الدعم وصندوق المقصة للمحروقات بكونه كيمشي غير اللي لاباس عليهم الميسورين وماشي الفقراء، وأن الدولة دابا متبعة ورش ملكي كبير
ديال الدعم الاجتماعي المباشر والحمايه الاجتماعيه ل4 ملايين اسره. وما خاصناش نستهزفوا الميزانيه ديال الدوله. هاد الهضره فيها جانب من الحق، ولكن فيها كلمه حق اريد بها باطل. المواطن البسيط كيقول لك الدعم المباشر ديال 500 درهم مثلا كتاكلها غير زياده وحده في المازوت وفي ليسانس، لان غلاء المحروقات كيجر معاه غلاء الخضره زائد النقل وكل شيء. يعني داكشي اللي عطيتيه باليمين كتاخذ منه بالشمال بسبب حريه الاسعار غير المنضبطه. المثير في هذه القصه كامله هو حزب الاستقلال في البيان ديالو قصف جهات حزبيه معينه. هو كيقصد اشاره للمعارضه الحاليه، ووصف الحمله ديالهم بالمسعوره وبقمه النفاق السياسي، وفكرهم بانهم هما اللي رفعوا الدعم فاش كان الاستقلال في المعارضه. هنا كيبان للمواطن المغربي الذكي ان قضايا الحياتيه واليوميه ديالو ولات مجرد سلاح للمزايده السياسيه والتصفيه للحسابات والربح الانتخابي الضيق. في المعارضه كلشي كيولي حنين في الدريوش وباغي يسقف الاسعار، وفي الحكومه كلشي كيولي عاقل وكيخاف من التوازنات الماكرو اقتصاديه للدوله. لكن الحقيقه اللي كاينه في الواقع وبعيدا عن صراعات الاحزاب هي ان المواطن تائه وسط هذه المعركه. ملي كيشوف مجلس المستشارين اللي المفروض عليه يمثل شرائح المجتمع والشركاء الاقتصاديين كيسقط قوانين شعبيه بحال هذه وباغلبيه مريحه، كيتزاد الشرخ وعدم الثقه بين الشارع وبين المؤسسات. المعادله دابا واضحه، حنا قدام خيارين وايديولوجيتين. خيار باغي يخلي السوق حر لدرجه الجشع بدعوى انه باغي يجيب الاستثمارات ويحمي التوازنات الماليه، وخيار شعبي ديال الدريوش كيشوف ان الدوله لازم تدخل بحزم لحمايه الامن الطاقي والحمايه الجيب ديال الدريوش وجيب المستهلكين قبل ما تنفجر القدره الشرائيه. السؤال الاستراتيجي اللي غنخليكم تفكروا فيه وتجاوبوني عليه في التعليقات هو الى اي حد يمكن للمواطن المغربي البسيط يستحمل هذا التناقض بين الخطاب السياسي المنمق والجميل المزوق وبين واقع التصويت ضد المصالح ديالو في البرلمان. واش تسقيف ارباح الشركات الى تطبق فعلا غيكون كافي لحل الازمه، ولا عوده لسمير والدعم الذكي هي الحل الوحيد لانقاذ ما يمكن انقاذه؟ شاركوني الاراء ديالكم والتحليلات ديالكم في التعليقات، وما تنساوش الى عجبكم هذا التفكيك العميق والمبني على المعطيات والكواليس اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات وخليوا لايك باش يوصل هذا الصوت لاكبر عدد من الناس. نشوفكم في الفيديو الجاي، نلتقي في لقاء قادم ان شاء الله.